بكم. قبل أيام من انتهاء ولايته وبالطريقة نفسها، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محتفيا بما يسميه إنجازا تاريخيا، ومعلنا إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل. وبهذا يصبح المغرب مشاهدينا الدولة العربية الرابعة التي تنضم إلى مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان في أقل من 4 أشهر. المستجدات طبعا كانت حديث المغردين على المنصات. يقول الكاتب عبد الله الشيجي إن ثمن هذه الخطوة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في استفزاز للجزائر، ويضيف قائلا: الحين عرفنا سبب تسابق دول عربية لفتح قنصليات في العيون. الكاتب إبراهيم حمامي يتساءل إذا سيبقى العثماني رئيسا للحكومة المغربية التي ربما كانت آخر من يعلم على حد تعبيره، وما إذا ستستقيل حكومته أم ستبقى واجهة إسلامية للتطبيع. الناشطة الفلسطينية حنان عشراوي تعتبر أنه بين الرشوة والابتزاز تبدو إدارة ترامب في صراع مجنون لانتزاع التنازلات والمزايا لإسرائيل قبل أن تتولى الإدارة الجديدة الحكم. ويرى الناشط السياسي زياد العلول أن تطبيع المغرب لا يعبر عن غالبية الشعب المغربي وأحزابه وقواه الحية التي ترفض التطبيع مع الاحتلال وتقف سدا منيعا ضد أي محاولات تطبيع على المستوى الشعبي على حد قوله. وفي الختام، الكاتب ساري عرابي لم يستغرب تطبيع ساسة المغرب مقابل الاعتراف الأمريكي بالصحراء أرضا مغربية، لكنه يعبر عن أسفه على المغرب بقدر حبهم لذلك البلد وأهله وعلمهم بإيمان الشعب المغربي بالقضية الفلسطينية. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية الفقرة. عودة إلى أخبار الساعة الأخيرة معك زاهر. شكرا لك.